ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنكمل قصتنا، قصة الشهيد ياسر. ياسر طبعا احنا كنا وصلنا مع حضراتكم انه تم صعقه بالكهرباء وتم نقله للمستشفى. طبعا المسافة ما بين بيت اسلام والمستشفى حوالي 5 كيلو. شالوه بسرعة واخدوه في عربية وطلعوا بيه جري على المستشفى. البلد كلها كانت في المستشفى في خلال دقايق، وكل الناس اللي كانت بتعرف بالخبر حتى من البلاد المجاورة كانت بتروح المستشفى، لأن ده خبر مؤلم وصادم للجميع. دخل ياسر المستشفى، طبعا كل المستشفى كانت في حالة طوارئ قصوى، في محاولة لإنقاذه بإنعاشه، بتنفس، محاولات لتشغيل القلب، كل المحاولات الطبية. طبعا احنا مش أهل طب، لكن كل المحاولات اللي في الطب كانت شغالة في محاولة لإنقاذ ياسر. في الوقت ده ام ياسر شغاله موظفه في المستشفى، فحست ان في حركه مش معتاده داخل المستشفى، ففوجئت ان ناس كتير من جيرانها موجودين في الاستقبال وفي محيط المستشفى. فسألتهم واحد والتاني والتالت، مفيش حد قادر يقول لها على الوضع اللي حصل وعلى فيه ايه بالظبط. كله مش مستوعب، مفيش حد عنده القدرة انه يبلغها بخبر ان ابنها جاله صعق كهربائي وهو اللي داخل المستشفى بيحاولوا انقاذه. عند لما وصلت للغرفة اللي فيها ابنها، ولما شافته وشافت الاطباء وشافت الاجهزة وشافت كل المحاولات، جالها حالة انهيار عصبي. تخيلوا حضراتكم المشهد، انك تلاقي ابنك بينازع الموت ودكاترة وتمريض بيحاولوا انقاذه. جالها حالة انهيار عصبي وصراخ، اخدوها التمريض علقوا لها مهدئات، ما كانتش مستوعبة، الصدمة كانت صعبة عليها. وبعد ساعة من المحاولات اعلن الاطباء وفاة ياسر. قصتنا قصة واقعية، قصة مؤلمة، قصة لعريس مات في اليوم السادس من زواجه، ملحقش يتهنى، كان قدره انه يموت شهيد في سادس يوم من زواجه. يا ريت كلنا ندعي لياسر بالرحمة والمغفرة، وندعي لأبوه وأمه بالصبر والثبات. جنازة ياسر كانت جنازة من الجنازات المهيبة حسب شهود عيان، وحسب اللي أرسل لنا القصة بيقول كانت جنازة ما شفتهاش البلد قبل كده. ربنا يرحمه ويغفر له. يا ريت تدعمونا بلايك واشتراك في القناة، ويا ريت تستنونا في قصصنا اللي جاية إن شاء الله من قناتكم قصص وحوادث من الواقع. تحياتي لحضراتكم.